كتير بيقول لي ازاي نحط ازول على حوض سمك زي كده فكده السمك هيتخنق، لكن في الحقيقه الازوله ممكن تكون مفيده جدا لاحواض الاسماك بس لو استخدمت صح. الازوله بتطفو على الميه، بيميزها انها غنيه بالبروتين والعناصر الغذائيه، وعشان كده بتستخدم في تغذيه الحيوانات والطيور، وممكن تدخل في انظمه تغذيه الاسماك. طيب ايه فائدتها لاحواض الاسماك اصلا؟ اول حاجه انها بتغطي جزء من سطح الميه، وده بيقلل من تعرض الميه للشمس، فبيخلي درجه حراره الحوض مستقره شويه. تاني حاجه انواع كتير من الاسماك بتتغذى على اجزاء من الازوله، وده يعتبر مصدر غذائي اضافي. والميزه الاكبر ان الازوله بتمتص جزء من النيتروجين اللي موجود في الميه، وده بيساعد على تنقيه الميه ويخليها نظيفه. وكمان الازوله بتبقى بيئه بيعيش فيها كائنات دقيقه بتتغذى عليها الاسماك الصغيره. واللي بيقول ان الازوله مضره للسمك غالبا عشان هو حصل معاه مشكله من المشاكل دي. اول حاجه وهي تغطيه سطح الحوض كله بالازوله، واحنا لسه قايلين ان جزء من السطح بس هو اللي يكون متغطي بالازوله. تاني حاجه هي عدم تقليب الميه. تالت حاجه هي عدم وجود التهويه. اول حاجه ان الازوله تغطي لحد 50% من مساحه الحوض، اما باقي الحوض فبيكون مكشوف عادي. وحاول تستخدم وسائل لتقليب الميه. انا عن نفسي مثلا في الاحواض القصيره بستخدم الطيور، بخليها تنزل في الميه تقلب الميه براحتها. انا مهندس محمد ومهتم دلوقتي ببدائل الاعلاف وخاصه النباتات المائيه.